بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اليوم إن شاء الله راح نحل بعض من الأمثلة حول حلول المعادلات الأسية. يعني راح نديروا 20 مثال إن شاء الله بإذن الله، 20 مثال، فنحاول نشوفوا فيهم جميع الحالات الممكنة اللي تصادفنا في المعادلات. يعني حنايا اصلا في السلسله تاعنا درنا كيفيه حل المعادلات. يعني اللي ما شافش الفيديو الخاص بكيفيه حل المعادلات لازم يشوف الفيديو الاول ساعه تاع سلسله الدوال الاسيه حل المعادلات، ومن بعد يبدا معنا في الفيديو هذا باش يزيد كما نقولوا يهز افكار اكثر فاكثر فاكثر، تزيد توضح له الامور اكثر فاكثر. صح. بالنسبه لنا حنايا قلنا باللي في المعادلات عندنا ثلاث انواع ولا ثلاث اشكال من المعادلات. عندنا ثلاث انواع من المعادلات. عندنا يا اما تكون عندنا اسيه تساوي عدد، يا اما تكون عندنا اسيه تساوي اسيه واحده اخرى، او راح يكون عندنا الشكل هذا اللي هو معادله من الدرجه الثانيه. هنا راح نمشيو بالوحده. يعني في الامثله تاعنا نحاولوا نمشيو بالوحده، رتبوا هذه المعادلات حسب كل شكل من الاشكال هذو تاعهم ونحاولوا نحلوا نلقاو الحلول. واش معناته باش نذكروا شويه؟ واش معناته حل في ار؟ واش معناته حل في ار؟ معناته راك تحوس نتايا على اكس، تحوس على اكس، هذا الاكس تحوس على قيمته، بحيث هذا الاكس راهو يعني حلول تاوعو ولا الحل القيمه تاع اكس راح تكون يعني قادره تكون موجبه، قادره تكون سالبه، قادره تكون يعني معدومه، قادره تكون بالفاصله، لانه مجموعه الاعداد الحقيقيه هي يعني اكس هذا الحل راهو ينتمي الى مجموعه الاعداد الحقيقيه. يعني قادر يكون موجب، قادر يكون سالب، قادر يكون بالفاصله. احنا كيفاش نديروا هذه؟ واش من صنف نصنفوها؟ يعني هذه المعادله تروح ولا تؤول الى الشكل واحد. هذه المعادله كيفاش عرفت تؤول الى الشكل واحد؟ كيفاش عرفت باللي ذي المعادله تروح للشكل واحد؟ أسية، عندنا أسية تساوي عدد، والعدد هذا لازم يكون موجب. يعني إذا كانت الأسية تساوي عدد والعدد سالب فهذه المعادلة لا تقبل حلول، لأن الأسية ما تساويش زوج حوايج. واش ما تساويش الأسية؟ ما تساويش العدد السالب وما تساويش الصفر. هنا واش نديروا؟ نبداو نحاولوا نحلوا مع بعضنا هذه المثال الأول هذا، نشوفوا مع بعض كيفاش نتعاملوا معه. صح. واش عطانا واحد، واش قالنا؟ قلنا أسية تاع 2 إكس يساوي واحد، يساوي واحد. واش نروحوا نديروا هنايا؟ نروحوا نديروا الان للطرفين. أسية تساوي عدد، نروحوا نديروا الان للطرفين. يعني هنايا راح ندير الان أسية تاع 2 إكس واش تساوي؟ تساوي الان للطرف الثاني اللي هو الان واحد. حنايا واش نعرفوا باللي الان واحد هذا يعني معروفه ومعلومه عندنا، الان واحد هذا قيمته تساوي صفر، قيمته تساوي صفر. واش نعرف كذلك؟ نعرف باللي الان واسيه عندنا قاعده كنا اصلا تكلمنا عليها في السلسله وفي الحلول تاع المعادلات. قلنا الان اسيه اكس، هذه قاعده الان اسيه اكس تساوي اكس، بمعنى كي تلاقى لي الالان والاسيه ما فوق الاس، يعني او عفوا في الاس، اس الاسيه يهبط، يعني الاس يهبط لتحت. فهذه هي الفكره تاعنا. حنا واش انا رايحين نديروا؟ رايحين الان والاسيه الاس نتاعنا هنايا هو 2 اكس، هذا راح يهبط لتحت يولي 2 اكس تساوي الصفر. اي معادله من الشكل ا اكس تساوي الصفر معناه مباشره الحل تاعنا اكس يساوي الصفر، اكس يساوي الصفر. وهكا نكونوا قد وصلنا الى الحل تاع المعادله هذه الاولى. صح. كيفاش نتاكد؟ سقسيني واحد استاذ انني حليت المعادله، كيفاش نتاكد باللي الحل تاعي صحيح؟ واش نجاوبوا؟ نقول له باللي تهز الاكس يساوي صفر هذا، تعوضوا يعني ترجع للمعادله الاولى خلاص اللي عطاها لك التمرين اللي هي اسيه 2 اكس يساوي 1. تعوض الاكس هنايا بصفر. لما نعوض الاكس بصفر واش راح يمد لي؟ 2 في صفر صفر، اسيه تاع صفر اي حاجه اس صفر واحد، سما واحد تساوي واحد، وبالتالي المعادله هذه محققه. مادام محققه معناته هذا الحل صحيح، الحل تاعنا صحيح. قلنا مادام لقينا يعني بعد ما عوضنا الاكس يساوي الصفر لهنا، 2 في الصفر صفر، أسية صفر تساوي واحد، واحد تساوي واحد، معناته الحل تاعنا هذا صحيح. نروحوا نشوفوا للعبارة الثانية ولا المعادلة عفوا الثانية. هاي واش قالت لنا؟ أسية تاع ناقص 5 اكس تساوي 1 على او. أسية تاع ناقص 5 اكس تساوي 1 على او. واش نديروا هنايا؟ نروحوا نكتبوها اولا ومن بعد نعرفوا واش من شكل، ومن بعد نحاولوا نلقاو الحلول. هنايا ثانيه أسية تاع ناقص 5 اكس
ناقص 5 إكس تساوي، واش راح تساوي؟ تساوي 1 على أو. عندنا قاعدة، واش هي القاعدة اللي واش تقول؟ عندنا قاعدة تقولنا باللي أسية تاع أ هكا تساوي 1 على أسية تاع ناقص أ. ناقص أ واش عندنا؟ هذه القاعدة. وعندنا قاعدة واحدة أخرى تقولنا إذا كان عندك أسية تاع يعني 1 على أسية أ مثلا راح تساوي لهنا واش تساوي؟ تساوي أسية تاع ناقص أ. بمعنى الأو هذه لو دير لها المقلوب تاعها تعكس إشارة الأس، يعني هاي وراه ناقص أ. لهنا كان الأو هذا أو لأ كان في المقام والإشارة تاع الأ كانت موجبة، لما طلعناها للبسط ودرنا المقلوب فهنا ولات أسية تاع ناقص أ. هذه هي اللي راح نطبقها، تسمى هذه القاعدة. هذه القاعدة راح نطبقها وين؟ في المثال هذا. هذه القاعدة راح نطبقها ونحاول نطبقها في المثال تاعنا هذا. صح، الأو اللي فوق الأو وش هو واحد. اللي فوق الأو هو واحد. واش نديرو حنايا؟ راح نديرو المقلوب، يعني نطلعوا الأو من المقام إلى البسط، من المقام إلى البسط. واش تولي عندنا؟ تولي عندنا أسية نتاع من؟ تاع ناقص 5 إكس. واش تساوي؟ هذه تساوي أو لناقص 1. أسية تاع ناقص 5 إكس هذه تساوي أو لناقص 1. واش نديرو دروكا حنايا؟ عندنا أسية تساوي عدد. تقول لي واحد لا أسية تساوي أسية. نقول له أصبر، هل شوف هنا، هل هذا نعتبروه عدد قيمة ثابتة ولا نعتبروه دالة؟ كيفاش نعرف؟ هل فيه الإكس ولا ما فيهش الإكس؟ الأس تاعنا ناقص 1 ما فيهش الإكس، بمعنى هذه قيمة ثابتة نحسبها بالآلة حاسبة راح تكون 0 فبالتالي هذه والله هذا القيمة أو اللي ناقص 1 عبارة عن عدد ثابت ماهيش عبارة عن دالة. بالتالي هذه الأسية في الأس تاعها إكس، بصح هذه عبارة عن قيمة ثابتة. المهم احنا واش راح نديرو الان للطرفين. الان للطرفين، الان منا والان منا. يعني كيفاش راح تولي لنا المعادله؟ راح تولي لنا الان أسية تاع من؟ تاع ناقص 5 إكس. واش راح تساوي هذه؟ الان أسية تاع من؟ تاع ناقص 1. الان أسية تاع من؟ تاع ناقص 1. واش راح يصرى؟ الان والأسية يعني الموجود في الأس يهبط لتحت فتولي ناقص 5 إكس. الان والأسية يروحوا مع بعضهم. الأس يعني ما هو موجود في الأس نتاع الأو يهبط. كيف هنايا الان وأسية مع بعضهم يعني يروحوا باستعمال الخواص، اكيد باستعمال الخاصيه. فهنايا الأس يعني ينزل تحت فتولي ناقص 1. هنا واش عندنا؟ هنا ناقص 5 إكس تساوي ناقص 1. نقدر نضرب الطرفين تاع المعادله هذو في ناقص، تولي لنا 5 إكس واش تساوي؟ تساوي 1. بمعنى إكس واش يساوي؟ البعيد، احنا نحوسوا على الإكس هذا، البعيد منه 1 القريب منه 5 فتساوي 1 على 5. وهذه هي هذا هو حل المعادله هذه 1 على 5. هكا نكونوا قد حلينا المعادله الثانيه. المعادله الثانيه واش من شكل؟ هذه المعادله الثانيه راها من الشكل الاول. ثاني راها من الشكل الشكل الاول. ها شكل واحد صح. نروحوا نشوفوا المعادله الثالثه. نروحوا نشوفوا مع بعض المعادله الثالثه، نكتبوها ونشوفوا كيفاش نتعاملوا معها. صح، المعادله الثالثه واش قالت لنا؟ أسية نتاع من؟ أسية نتاع إكس زائد 3. إكس زائد 3 واش تساوي؟ واحدة أخرى نتاع من؟ نتاع 4 على إكس. 4 على إكس. 4 على إكس هذه واجدة، يعني أسية تساوي أسية. أسية تساوي أسية، هذه واجدة. واش نروحو نديروه لهنا؟ أكيد رانا رايحين يعني ندخل الآن للطرفين، طرفي المساواة. يعني راح تولي لنا الآن أسية تاع من؟ إكس زائد 3 واش تساوي؟ تساوي الان واش؟ أسية نتاع من؟ تاع 4 على إكس. الان أسية تاع 4 على إكس. الان والأسية يعني الأس نتاع الأسية يهبط، الأس تاع الأو يهبط، إكس زائد 3 هنايا تساوي الان والأسية يعني هنايا 4 على إكس تساوي 4 على إكس. واش نديروا لهنا؟ كيعود عندنا ديما معادلة، نحلوا في معادلة وعندنا كسور، بان نتهناو من الكسور نديروا واحد القاعدة اسمها جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين. جداء طرفين يساوي جداء الوسطين، بمعنى الإكس هذا ننشروا على إكس زائد 3 يساوي 4 في الواحد. يعني كيفاش رانا رايحين نبداو؟ نديروا إكس في إكس تمد لنا إكس مربع صح. 3 هذه في إكس تمد لنا 3 إكس 3 إكس صح. 4 في 1 لهنا تساوي 4. نقلبها معادلة صفرية تولي لنا هكا إكس مربع زائد 3 إكس صح. نجيبوا الربعة هذه منا تولي لنا ناقص 4، ننقلها للطرف الثاني تاع المساواة
تولي ناقص 4 صح. واش عندنا دروكا؟ عندنا معادله من الدرجه الثانيه، معادله من الدرجه الثانيه. انتم راح تستعملوا اما الاله الحاسبه او تستعملوا دلتا المميز. انا نعرف الحلول مباشره. هنايا اكس يساوي 1 واكس يساوي، يعني لما تحسبوا انتم راح تلقاو اكس يساوي 1 واكس يساوي ناقص 4. هذوما الحلول تاعنا، اكس يساوي 1 واكس يساوي واش؟ يساوي ناقص 4. هذا بالنسبه للمعادله الثالثه. المعادله الثالثه واش من شكل؟ راها من الشكل 2. المعادله الثالثه راها من شكل وينه؟ الشكل الثاني. هذه هي المعادله الثالثه، راها من الشكل الثاني صح. نروحوا نشوفوا المعادله مع بعض، يعني نروحوا نشوفوا المعادله الرابعه. شوفوا المعادله الرابعه كيف راح نتعاملوا معها صح. بالنسبه للمعادله رقم 4 واش قالنا؟ في المعادله الرابعه قالنا عندكم أسية صح، نتعمل نتاع 2 اكس زائد 1 واش بها؟ ناقص أسية نتاع اكس الكل أس 3. أسية تاع اكس الكل أس 3 واش تساوي لهنا؟ قلنا تساوي الصفر. كاين بعض الاولاد ربي يهديهم واش يديروا؟ يقول لك مباشره ندخل الالان هنا، هكا تسمعوا يقول يخلط هو شويه، يقول لك مباشره ندخل الالان. يا بني باش تدخل الالان، باش نستعملوا الخاصيه تاع الالان لازم يكون عندنا معادله، يعني اما مكتوبه من الشكل الاول اما مكتوبه من الشكل الثاني. الشكل الاول وش هو؟ أسية تساوي عدد، او الشكل الثاني وش هو؟ أسية تساوي أسية واحده اخرى. فهنا واش نديروا؟ شوف واش عندنا هنا. عندنا أسية ناقص اكس، يعني أسية واحده اخرى الكل أس 3 يساوي صفر. هذه ما هي مكتوبه من الشكل الاول، ما هي مكتوبه من الشكل الثاني. ما هو الحل؟ اولا نعدل، نشوف واش من شكل تنتمي ليه، وبعدها نستعمل الخاصيه تاع الالان. يعني انا واش راني رايح ندير؟ اولا واش ندير؟ هذه واش من قاعده نستعملوها؟ حنايا عندنا قاعده تقولنا أسية نتاع ا الكل أس ان. هذه واش تساوي؟ أسية تاع من؟ ا في ان. أسية تاع من؟ ا في ان صح. نستعملوها هنايا، يعني عندنا أسية تاع اكس الكل أس 3. هذه نورمالمون تولي لنا هكا. اولا نكتب هذه اللي هي أسية 2 اكس زائد 1 ناقص صح. هذه اكس أسية اكس الكل أس 3 تولي لنا أسية تاع 3 اكس، تولي نضرب 3 في الاكس، 3 اكس تساوي صفر. ثانيا واش لازم ندير؟ هذه نديها للطرف الثاني تاع المساواة، يعني تولي لنا أسية تاع 2 اكس زائد 1 واش راح تساوي؟ هذه راح تساوي ل 3 اكس، يعني عكست الاشاره تاع المعامل. دوكا ما ولاش عندنا أسية تساوي أسية واحده اخرى، ولات عندنا نقدروا نستعملوا الالان. يعني ندير الان هنايا وندير الان هنايا، ندخل الالان على الطرفين تاع المساواة. هنا واش يولي عندنا؟ الأس تاع الأسية، الأس تاع الأو هذا يهبط 2 اكس زائد 1 يساوي الأس كذلك هنايا 3 اكس، ونقلبها صفريه ولات معادله من الدرجه الدرجه الاولى صح. باش تخرج لنا النتيجه موجبه 3 اكس هذا نحافظ عليه في الطرف هذا تاع المساواة، 2 اكس نديها للطرف الثاني والواحد نخليه هنا. يعني كيف راح تولي عندنا بالطريقه هذه. تولي عندنا 1 يساوي واش يساوي؟ يساوي 3 اكس ناقص 2 اكس ناقص 2 اكس صح. وكان 3 اكس ناقص 2 اكس هذه راح تساوي لنا اكس، ولا هنا 1. يعني يساوي ب، نقدر نكتب اكس يساوي 1، ما عندناش اشكال في هذه. 1 يساوي اكس ولا اكس يساوي 1 كيف، يعني ما عندناش اشكاليه حتى لهنا. ثم حتى لهنا الامور راها من المفروض راها واضحه، يعني نستعملوا فقط في القواعد، نستعملوا فقط في الخواص. اللي تبع معنا الفيديوهات الماضيه في يعني في السلسله حاليا مع المفروض ما يلقى حتى اشكال. المعادله رقم 5 قلنا أسية تاع اكس ناقص 2 أسية تاع ناقص اكس ناقص 3 يساوي صفر. اولا كيفاش نعرف الشكل؟ يعني كيفاش نعرف هذه واش من شكل تنتمي ليه؟ نبداو نهضروا بشويه. هذه أسية ناقص 2 أسية ناقص اكس. سؤال، هل نقدر نجمع الأسية تاع اكس مع ناقص 2 أسية ناقص اكس؟ ما نقدرش نجمع. سقسيني واحد يقول لي علاش ما نقدروش نجمعوا؟ نقول له لانه الأسية باه تجمعهم او تطرحهم أسيات من بعضهم، يعني لازم يكون عندك الأسس نفس الأسس. مثلا هنا أسية تاع اكس زايد 3 أسية تاع اكس، هذه لازم نفهموا بشوي. هذه 3 اسمها معامل، الاو اسمها اساس، والاكس اسمه اس. نتايا واش هو الشرط باه تجمع زوج أسيات مع بعضهم او تطرحهم من بعضهم؟ لازم الأسية
تكون عندها نفس يعني الاو والاو راهو نفس الاساس، هنا نخزروا للاسس، لازم الاس هذا نفس الاس هذا. هنا نقدر نجمعهم مع بعضهم، يعني المعامل هنا شحال؟ واحد، نجمع المعاملات واحد وثلاثة، واحد زائد ثلاثة شحال؟ ربعة، ربعة من واه؟ ربعة من نفس الحاجة اللي هي اسمها أسية إكس. كيف مثلا لو كان يعود عندي لهنا أسية تاع ناقص إكس 2 مثلا زائد 3 تاع أسية نفس الأسية، يعني أسية الأس نتاعها نفسه اللي هو أسية ناقص إكس، هنا نقدر نجمعهم مع بعضهم، وبالتالي تولي النتيجة نتاعنا كي نجمع المعاملات 3 و2 لهنا تولي 5، 5 من واه؟ 5 من نفس الحاجة اللي هي أسية ناقص إكس. أما لو يكون عندي مثلا هكا 2 أسية إكس زائد 3 أسية تاع ناقص إكس، هنا ما نقدرش نجمعهم أو نطرحهم من بعضهم، هنا ما نقدر ندير والو، هنا تبقى العملية كيما راها. كيف هنايا أسية تاع إكس ناقص 2 أسية تاع ناقص إكس ناقص 3، فهنا ما نقدرش نجمع الأسية هذه الأسية إكس مع أسية ناقص إكس، ما نقدرش نجمعهم أو نطرحهم من بعضهم، ما نقدرش. تسمى واش عندنا أسية تاع إكس، عندنا الأسية تاع ناقص إكس، وعندنا عدد. هذا الشكل غير موجود لا في الشكل الاول، لانه في الشكل الاول واش يقولنا تاع المعادلات اسيه تاع اكس تساوي عدد. الشكل الثاني واش هو؟ الشكل الثاني هو الاسيه تساوي اسيه. الشكل الثالث هو اللي يحتوي على هذا، يحتوي على اسيه من اس نتاعها يعني مختلف عن اسيه واحده اخرى، يعني عندنا ا اسيه 2 الفا اكس زائد بي اسيه اكس زائد سي. اولا نقوم ببعض التعديلات باش نحاولوا نعرفوا واش من شكل تنتمي ليه المعادله نتاعنا. رانا في المعادله 5، المعادله رقم 5 واش قلنا؟ اسيه تاع اكس ناقص 2 اسيه تاع ناقص اكس ناقص 3 عفوا يساوي صفر. نحاول نكتبوها كما لازم، صح كما عطاها لنا قصدي. أسية تاع إكس ناقص 2، هذه أسية تاع ناقص إكس نقدر ندير لها المقلوب، تسمى نهبطها للمقام ونعكس إشارة واش؟ نعكس إشارة الأس، الأس تاعها واش كان؟ ناقص إكس، واش يولي أسية إكس. هنايا ناقص 3 تساوي صفر. دوكا واش ندير؟ نحاول نوحد المقامات. واش راني رايح ندير؟ هنايا راح ندي ناقص 3 هذه للجهه المقابله تاع المساواه، الطرف الثاني تاع المساواه، تولي عندنا 3. واش عندنا كذلك؟ عندنا لهنا اسيه تاع اكس في اسيه تاع اكس، اسيه في اسيه، هنا اسيه تاع 2 اكس، يعني ضرب الاسس او ضرب الاسس، نعم جمع القوى، يعني جمعت الاس هذا مع الاس هذا. ناقص 2 كي شغل لهنا على واحد، ناقص 2 راح نضربها في واحد تسمى تبقى ناقص 2. اسيه تاع اكس هنايا في واحد راح تكون النتيجه أسية إكس. وش راني رايح ندير لهنا؟ راح ندير جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين، يعني عندي معادلة فيها الأسية تاع إكس في البسط وأسية تاع إكس في المقام، فهنا وش راني رايح ندير جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين باش نتخلص من الكسر. هنا واش راح هذه مادام مضروبة في واحد راح تبقى كما راها، تبقى نفسها أسية تاع 2 إكس، ناقص 2 نضربها في واحد تبقى ناقص 2، 3 نضربها في أسية إكس تولي 3 أسية إكس، 3 أسية إكس. واش ندير دركا؟ نقلبها صفريه، هذه 3 اسيه اكس نجيبها للجهه المقابله، تولي عندنا اسيه تاع 2 اكس ناقص 3 اسيه اكس ناقص 2 ناقص 3 اسيه اكس ناقص 2 تساوي الصفر. صح. واش انا رايحين نديروا دركا؟ رايحين نديروا ضغط المميز، يعني هنا اولا نعرف قبل رايحين نديروا الشكل الثالث كما درنا يعني في الفيديو السابق. واش درنا؟ قلنا نضع الوسطانيه، اسيه الوسطانيه هي اسيه اكس، نديرها اكس كبيره تسمى هنايا. واش راني رايح ندير؟ راح نقول له نضع واش باش نقلبها يعني كما معادله من الدرجه الثانيه. نضع اكس كبيره واش تساوي اسيه اكس، نضع اكس كبيره واش تساوي اسيه اكس، صح. انايا واش نعرف باللي الاسيه نتاع اكس، اسيه تاع اكس الكل مربع هذه راه تساوي يعني اسيه تاع 2 اكس. هذه معروفه ولا مش معروفه؟ نعاود، كنت تعود عندي اسيه تاع اكس الكل مربع، يا اخي قوه القوه ضرب القوتين، يعني نضرب الاكس في 2 تولي عندنا اسيه تاع 2 اكس، هذه قاعده صح. واش انا رايحين نديروا دركا؟ واش نفهموا من هذه الهضره؟ نفهم مادام نتايا قلت لي نضع اكس اسيه اكس، صح. أسية 2 إكس واش نديرها؟ لأنه في المعادلة واش عندنا أسية إكس وعندنا كذلك أسية 2 إكس، يعني واش؟ يعني أنت كي تقول لي نضع إكس هذه
أسية إكس كبيرة أسية إكس صح. فرضا لو يعود عندي أسية تاع 2 إكس اللي هي واش هي أسية إكس لكل مربع، تما هنايا نكتب لك هنايا أسية إكس لكل مربع. هذه وش هي؟ مادام أنت وضعت أسية تاع إكس كبيرة راح ندير لهنا يعني إكس مربع. لما نلقى أسية تاع 2 إكس راح ندير إكس مربع، ولما نلقى أسية إكس راح ندير إكس صح. نحاول نعوض لهنا، سما أسية تاع 2 إكس راح نديرها إكس مربع صح، ناقص 3 نكتب ناقص 3، أسية تاع إكس نديرها إكس كبيرة، وهنايا نحط المعامل اللي هو ناقص 2 يساوي صفر. هنا نبدأ بدلتا المميز. دلتا المميز وش يقول لي؟ يقول لي بي مربع، بي مربع هذه ناقص 3 مربع عندنا 9 ناقص 4 أ في السي، الأ هو 1 والسي هو ناقص 2. ثم شحال راح تكون عندنا النتيجة هنايا؟ 9 ناقص 8، 9 أو عفوا 9 زائد 8، 9 زائد 8، 9 زائد 8 شحال راح تكون النتيجة؟ 10 16 راح تكون النتيجة لهنا 10 17 عفوا 17. نعاود الحساب ربما راني غلط في حاجة ممكن يعني. وش عندنا لهنا؟ عندنا 1 ناقص 3 وعندنا ناقص 2. سما الدلتا تاعنا وش هو؟ بي مربع يعني ناقص 3 اللي هو 9 ناقص 4 الأ في السي، الأ هو 1 في السي ناقص 2. سما ناقص 4 في ناقص 2 هنايا 8. 9 زائد 8 واش راح تكون النتيجة نتاعنا؟ 17. هذه الولاد راح تخرج لنا بالفاصلة، فنحاول نعدل فيها شوية، نحاول نعدل في المعادلة من الأول شوية حتى يعني ما تخرجناش النتائج بالفاصلة. نحاول نعدل فيها باش ما تخرجناش النتائج بالفاصله. واش ندير لهنا؟ فقط لهنا راح ندير هذه زائد 2، تسمى هذه راح نديرها زائد 2 أسية إكس صح. واش راح يصرى هنايا؟ هذه 2 هذه 2 هذه 2. هنا تسهل الامور نوعا ما، تسمى ما راح نغير والو هنايا، فقط راح نعاودوا نحسبوا الدلتا ونشوفوا الدلتا تاعنا شحال راح يخرج. نشوف الدلتا تاعنا شحال راح يكون صح. عندنا لهنا بي مربع 1 او راه بي مربع عفوا 9 ناقص 3 مربع 9 ناقص 4 تاع القانون، الأ هو 1، السي راح نديروه بدل ما نديرو ناقص 2 نديرو زائد 2. هذه الحاجة الوحيدة اللي راح تتبدل هنا، ثاني نحط زائد 2. فأعتذر منكم يعني لهنا فقط راني حاولت أني ما نطيحوش في الإشكال تاع يعني الدلتا يخرج لنا بقيم تقريبية يعني. فحاولت أني نحط المعاملات بحيث تخدمني في النتيجة صح. ركزوا معايا، خليوا اللي فات كامل كيما راه نساوه يعني. هنايا 1 هنايا ناقص 3 هو البي، والسي تاعنا هو 2. بي مربع هو ناقص 3 مربع 9 ناقص 4 الأ هو 1 والسي شحال هو 2 صح. شحال راح تخرج النتيجة هنا؟ راح تخرج 9 ناقص 8. 9 ناقص 8 يعني الدلتا تاعنا شحال راح يخرج؟ من المفروض الدلتا تاعنا راح يخرج 1. من المفروض الدلتا تاعنا شحال راح يخرج؟ 1. واش نديرو لما الدلتا تخرج 1؟ نلقاو الحلول. لما الدلتا تخرج 1 نلقاو الحلول. لما تحسبوا الحلول اكس 1 كبيره واكس 2 كبيره راح تقولوا ناقص بي يعني زائد 3 ناقص جذر دلتا يعني ناقص جذر 1 اللي هو 1 على 2 يعني 1 في 2 هو 2 لانه الأ قداه وراه الناس اللي ماهيش متفكره شوي اشفاو مليح. هذا الأ قيمته 1، البي هذا اللي هو قيمته ناقص 3 والسي هو هذا قيمته 2. ثم كي نقول لكم بي مربع يعني ناقص 3 مربع 9 أو عفوا نقول لكم ناقص بي لانه الحلول وش هي؟ الناس اللي مش حافظه ممكن بالاله الحاسبه تخرجوا هذو الحلول، تسمى ما لازمش نطولوا فيهم احنا بزاف. ناقص بي يعني كانت عندنا ناقص 3 ودرنا لها الناقص ولا 3. ناقص جذر دلتا يعني الجذر 1 هو 1 دلتا هو 1 جذر 1 هو 1 درنا اشاره الناقص 2 في الأ 2 في الواحد 2. ثم شحال راح تخرج النتيجه لهنا؟ راح تخرج لنا النتيجه 1. والاكس 2 راح يخرج لنا 3 زائد 1 على 2. الاولاد هذو ما نطولوش فيهم. هنايا تخرج لنا 2. تسمى النتائج اللي يهمونا هذا 1 و2. واش قلنا نديروا كما درنا في الفيديو السابق. هنا راح نحلوا المعادله نتاعنا. الأ تاعنا شحال هنايا في الحاله هذه 1، تسمى 1 في الأسية تاع إكس الوسطانية ديما ناقص الحل الأول. الحل الأول شحال؟ الحل الأول هنايا هو 1. الحل الأول هو 1 في أسية إكس ناقص الحل الثاني. الحل الثاني هو 2 تساوي 0 صح. واش درنا احنا الأولاد حتى لهنا؟ شفتوا المعادلة اللي كانت عندنا هذه واش درنا لها؟ درنا لها عملية التحليل. هذه المعادلة إن شاء الله تكونوا راكم تشوفوا لهنا.
هذه المعادله واش درنا لها؟ درنا لها عمليه التحليل، صح؟ كي حللناها شوفوا كيفاش كتبناها دروكا، كتبناها بالطريقه هذه، كتبناها بالطريقه هذه. الواحد نقدر ما نكتبوش لانه الواحد عنصر حيادي في الضرب. هاي وراها الطريقه تاع ا اسيه الفا اكس ناقص اكس واحد اسيه الفا اكس ناقص اكس 2 يساوي صفر. تما كتبناها بالطريقه هذه. هذا الحل الاول وهذا الحل الثاني، هذا الحل الاول وهذا الحل الثاني، صح؟ دوكا واش انا رايحين نديروا هنا؟ نقدروا نحلوا المعادله، يعني كيعودوا عندنا نساو لنا الواحد، هذا نساو لنا الواحد لانه قلنا عنصر حيادي، الواحد لا يساوي صفر، نساو يعني ما كانش منها هذه. اما القوس الاول كيعودوا عندنا زوج اقواس يساوي صفر، اما القوس الاول يساوي صفر او القوس الثاني يساوي صفر. ثم راح نكتبوا هنا اسيه اكس ناقص واحد يساوي صفر، يساوي صفر. ولا نكتبوا اسيه اكس واش بها؟ ناقص 2 هي اللي تساوي الصفر، هي اللي تساوي الصفر. نديو ناقص واحد للجهه المقابله ونديو ناقص 2 للجهه المقابله، تولي عندنا اسيه اكس واش تساوي؟ تساوي واحد. ولا اسيه اكس واش تساوي؟ تساوي 2. اسيه اكس تساوي 2. هنا واش انا رايحين نديرو؟ يستلزم ان شاء الله تكونوا تشوفوا، فوالا يستلزم. واش يستلزم هنايا؟ ندخلوا الان الطرفين، يعني تولي عندنا اكس تساوي الان واحد، الان واحد لهنا صفر، ولا هنا اكس تساوي الان 2، اكس تساوي الان 2، يعني دخلت الان للطرفين. الان اسيه اكس يهبط الاكس، الان واحد صفر، الان اسيه اكس في هذه يهبط الاكس، الان 2 الان 2 الان 2 نحسبوها بالاله حاسبه، نحسبوها بالاله حاسبه. وهكا نكونوا قد لقينا الحلول نتاعنا. نعاودوا نلخصوا واش درنا. قلنا في المعادلات من الشكل هذا، معادلات في الشكل الثالث هذا، معادلات من الشكل هذا، واش نروحوا نديروا؟ المعادلات تكون مكتوبه بالطريقه هذه، شفاو عليها ا اسيه 2 الفا اكس زائد بي اسيه الفا اكس زائد سي يساوي صفر. قلنا ديما نضع الاسيه الوسطانيه نضعها اكس كبيره، صح؟ الاسيه الاولى ديما راها اكس مربع، ديما راها اكس مربع ديما، فتولي عندنا المعادله من الدرجه الثانيه. لازمنا نحلوها باش نقدروا نحلوها، لازمنا نحلوها باش نقدروا نحلوا هذا النوع من المعادلات، صح؟ عندنا المثال هذا، المثال 5 كملناه. عندنا المثال رقم 6 بنفس الطريقه راح نتعاملوا معه، وعندنا كذلك يعني مثال 6، وعندنا امثله واحده اخرى راح نزيدوا، يعني لما نلحقوا ليها راح نزيد نتكلم عليها، راح نزيد يعني بنفس الطريقه راح نزيد نهضر لكم عليها، صح؟ نروحوا نشوفوا المثال رقم 6. مثال رقم 6 واش قلنا؟ هذا مثال سادس. ها شوفوا المثال رقم 6 ان شاء الله تكونوا راكم تشوفوا معنا لهنا. مثال رقم 6 ساعات ننسى روحي وانا يعني نشرح ونخاف انكم تكون الورقه مش واضحه والله، صح؟ مثال رقم 6 واش قلنا؟ مثال رقم 6 قلنا الاسيه تاع اكس زائد 3 اسيه تاع ناقص اكس ناقص 4 يساوي صفر، ناقص 4 يساوي الصفر، صح؟ أسية تاع إكس زائد 3 أسية تاع ناقص إكس ناقص 4 يساوي الصفر. عاودنا كتبناها كيما راها، صح؟ واش انا رايحين نديروا؟ أولا واش من شكل تنتمي ليه؟ أكيد الشكل الثالث. يقول لي واحد لا، هذه الأسية يستحيل نجمعها مع هذه الأسية، تسمى عندنا زوج أسيات وعندنا عدد، عندنا زوج أسيات وفي الأسس تاعهم مختلفة، يستحيل جمعهم ولا طرحهم مع بعضهم يعني. وعندنا عدد. واش نديروا دركا؟ هذه فقط السالبة ديما نحاولوا نكتبوها موجبة. تما حنايا عندنا أسية إكس نخليوها كيما راها لأنه الأس تاعها موجب، 3 نهبطوا الأسية تاع إكس لتحت تولي أسية إكس تساوي، نديو ناقص 4 هذه منا تولي 4. نوحدوا المقامات الأولى كما درنا قبل، توحيد المقامات، هذا في هذا والمقامات في بعضهم، يعني أسية تاع إكس في أسية تاع إكس تولي لنا أسية تاع 2 إكس، صح؟ 3 في 1 تبقى 3 صح؟ أسية تاع إكس في أسية تاع إكس في 1 هنايا أسية تاع إكس في 1 تمد لنا أسية إكس، أسية إكس. ولاد راح ندير يعني تغيير طفيف باش ديما ما نطيحوش في الدلطة، مانيش حاب نطيحوا في الدلطة اللي يكون يعني يكون واش الدلطة اللي يكون بالفاصلة. فهنايا واش راني راح ندير؟ تعديل طفيف فقط، هذه ناقص 4 قلبوها زايد 4، يعني كي نديها الجهة المقابلة تولي لنا ناقص 4، تولي لنا ناقص 4. ثم هذه تساوي ناقص 4. دوكا واش نديروا؟ جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين. واش نديروا دركا؟ أسية تاع 2 إكس زائد 3 مضروبة في الواحد تبقى كيما راها، ثم تبقى أسية تاع 2 إكس زائد 3 تساوي ناقص 4 في أسية إكس تبقى ولا تولي ناقص 4 أسية إكس. دوكا نقلبوها واش؟ نقلبوا المعادلة نتاعنا معادلة صفرية، نقلبوا المعادلة نتاعنا معادلة صفرية. نحاول نعدلها. أسية تاع 2 إكس
ناقص 4 أسية إكس لما نجيبها للجهة المقابلة تولي زايد 4 أسية إكس، صح؟ زايد 3 هذه، زايد 3 هذه، وتولي تساوي صفر. اعتقد باللي هنايا كان من الافضل انه ما نعكسوش الاشاره، مازال نتكلم على المعاملات الاولاد، مازال نتكلم على المعاملات. فالمعاملات راني ديما نراقب فيهم، انت كتلميذ ما يهموكش هذو المعاملات، لكن انا ديما نحاول نراقبهم باش الدلتا فقط ما يخرجش سالب. نعاودوا نرجعوها كما كانت، اعتذر للمره الثانيه، نعاودوا نرجعوا الناقص كما كانت. هنايا تولي زايد 4، تما خليوها كما راها ناقص 4. نعاود نحطها هنايا ناقص 4، فمن الافضل نخليوها بالطريقه هذه ناقص 4. هنايا كذلك، عفوا هنايا زايد 4، يعني ناقص 4 ديناها الجهه المقابله زايد 4، هذه زايد 4، هذه زايد 4 أسية إكس. لما نرجعوها هنا تولي ناقص 4، هنا تولي ناقص 4. مباشرة راح نقولوا نضع كما درنا في اللي فاتت، نضع واش؟ نضع إكس كبيرة الأسية الوسطانية، هذه هي الوسطانية، فنحط أسية إكس كبيرة الأسية الوسطانية، فنحط أسية إكس. دونك كيفاش تولي هذه المعادلة؟ تولي بالطريقة هذه، إكس مربع، يعني أسية 2 إكس نعوضها بإكس مربع، ناقص 4 أسية، عفوا ناقص 4 إكس كبيرة، زايد 3 واش تساوي؟ تساوي صفر. زايد 3 تساوي الصفر. لما تحسبوا إكس 1 وإكس 2 بعد ما تحسبوا الدلتا راح تلقاو نتيجة 1، وإكس 2 راح تلقاو النتيجة 3. تما انتم مطالبين بحساب الدلتا. انا راني نعدل في المعاملات باش نلقى الدلتا اللي نحوس عليه، يعني الهدف تاعنا مش الدلتا، الهدف تاعنا كيفاش ندرسوا ولا كيفاش نحلوا هذا النوع من المعادلات، كيفاش نحلوه هذا النوع من المعادلات، صح؟ طريقه تحليل هذا النوع من المعادلات هاي وراه طريقه الأ تاعنا شحال؟ المعامل اللي لاصق في الإكس مربع، وراه واحد. تما هنايا ما نكتبوش لانه الواحد في الضرب عنصر حيادي مازال ومضروب في القوس هذا. نكتبوا الأسية الوسطانية، الأسية الوسطانية هي أسية إكس، فنكتب أسية إكس ناقص الحل الأول اللي هو 1 مضروبة في أسية إكس، صح؟ ناقص الحل الثاني اللي هو ناقص 3 تساوي الصفر. هنايا نقدر نروح دركا نلقى الحلول، هنايا نقدر نروح نلقى الحلول اللي راني نحوس عليهم، نقدر نلقى الحلول تاوعي اللي راني نحوس عليهم. تسمى عندي زوج أقواس يساويو صفر هنا بعد عملية التحليل، إما القوس الأول يعني أسية إكس ناقص 3 هي اللي تساوي صفر، أو القوس الثاني اللي هو أسية إكس، عفوا هاو قوس سمى الأولاد ركزوا معي، إما نكتب أسية إكس ناقص 1 تساوي صفر، أو أسية إكس ناقص 3 تساوي صفر. تسمى قادر واحد يقول لي أستاذ أنت علاش بديت عفوا ما كنتش تشوفوا هكا، يقول لي أستاذ أنت علاش بديت بهذه أسية إكس ناقص 3 هي الأولى، علاش ما بديتش بأسية إكس ناقص 1؟ يعني ما يهمش، اما هذا ينعدم او هذا ينعدم، اما القوس الاول ينعدم او القوس الثاني ينعدم. كي نجي نكتب ما يهمش باش نبدا، واحد القوسين نبدا به، يعني من الافضل نبدا بالاول يعني ترتيبا للامور، بصح مانيش غلط يعني رياضيا مانيش غلط. أسية إكس ناقص 1 مهم في زوج، واحد فيهم ينعدم باش ينعدم الجدال، صح؟ نكمل العمليه. أسية إكس تساوي 3 بعد ما ندي ناقص 3 للجهه المقابله، ولا هنا أسية إكس واش تساوي؟ تساوي 1. ندخل الان على الطرفين، تولي عندنا إكس تساوي هنايا الان 3 وهذا هو الحل الاول، والله إكس تساوي صفر. من جات الصفر حنا دخلنا الان مع الأسية يهبط الإكس، والان 1 يساوي الصفر. هذو هما الحلول نتاعنا. اتمنى اني نكون يعني اعتذر مره ثانيه واعتذر مره ثالثه، اتمنى ان نكون يعني ما درت لكمش حاله اضطراب ونتيجه وانا نبدل في المعاملات، لكن باش تفهموا برك باللي المعاملات باش الدلتا كي نحسبوا ما يطيحش سالب، او عفوا الدلتا كي نحسبوا ما يطيحش بالفاصله. مانيش نحوس الدلتا يطيح لنا بالفاصله، لانه علاش؟ لما يطيح لنا بالفاصله ويعني يكبروا لنا الحسابات وتولي الامور معقده، ما الفائده؟ احنا الفائده تاعنا انه الدلتا تاعنا يكون او الحلول تاعنا يكونوا يعني قيم مضبوطه، وبالتالي نقدر نحلل المعادلات هذو بسهوله، وبالتالي نتعلموا كيفاش نحلوا المعادلات. هذه هي الفكره تاعنا، صح؟ دوكا نروحوا لسبعه. اي سؤال كذلك باش ما ننساش، اي سؤال حبيتوا تطرحوه، حبيتوا يعني ما فهمتوهش اي حاجه معادله في التعليقات عادي، كملوا معنا فقط الفيديو حتى الاخير ان شاء الله باذن الله. بعد 20 مثال هذو وما راكمش رايحين تلقاو حتى اشكال باذن الله، صح؟ 7 واش عندنا 6 أسية تاع ناقص إكس، نكتبوها صح، نكتبوا 7 ومن بعد نتكلموا براحتنا. 7 واش قلنا؟ 7 قلنا عندك 6 أسية تاع ناقص إكس، صح؟ زايد
6 أسية تاع ناقص إكس كذلك، صح، ناقص 13 أسية تاع ناقص إكس، صح، زائد 2 يساوي صفر. واش رايكم الاولاد؟ واش كنا نحكيو احنا؟ هل هذو نقدر نجمعهم مع بعضهم؟ نقدر، هذه المره نقدر. يعني عندنا 6 معامل، هذا 6 نجمعوا مع المعامل واحد ونجمعوا مع المعامل ناقص 13، ولا نطرحوا من المعامل ناقص 13. سؤال، ليه قدرت نجمع دوك الاسيات مع بعضهم؟ لانه عندهم نفس الاس. شوفوا لهنا ناقص اكس ناقص اكس ناقص اكس، فهنا 6 زائد 1 شحال؟ 7. 7 ناقص 13 شحال؟ 7 ناقص 13. الناس اللي تعرف تحسب شويه راح يقول لنا النتيجه ناقص 6. فهنايا النتيجه ناقص 6 اسيه تاع ناقص اكس. ناقص 6 من هذه الاسيه، من هذا النوع من الاسيات اللي يعني اسمه ان صح التعبير اسيه ناقص اكس. واش نزيدو هنا؟ نزيدو زائد 2. زائد 2 تساوي الصفر. واش نديرو؟ نديو زائد 2 الجهه المقابله، تولي لنا ناقص 6 اسيه تاع ناقص اكس. واش تساوي؟ تساوي ناقص 2. ومن بعد نديروا البعيد على القريب. حنايا راح نقسموا هذه ناقص 2 على ناقص 6، حنا نحوسوا على القيمه تاع الاسيه تاع ناقص اكس. فهنايا راح تولي لنا اسيه ناقص اكس تساوي ناقص 2 على ناقص 6. قداه النتيجه هذه؟ تولي لنا اسيه ناقص اكس تساوي 1 على 3. الناقص على الناقص هي باينه زايده الاولاد، بعد الاختزال تبدلنا 1 على 3. واش نديروا درك الاولاد؟ نديروا الالان للطرفين، يعني تولي لنا هكا ناقص اكس لهنا تساوي الان شحال؟ الان 1 على 3. الان 1 على 3، صح. واش انا رايحين نديروا باش ما نعقدوهاش دركا؟ نضرب الطرفين في الناقص، تولي لنا اكس تساوي ناقص الان واش 1 على 3. ناقص الان 1 على 3. يعني باش فقط ننبه باللي هذا هو الحل، باش ننبه فقط باللي يمكن التعديل هنايا بخواص الالان، لكن بما انكم مازلنا يعني نقراو في الاسيه، مازال ما تعرفناش على الالان وخواصها وكذا، فراح نستقر عند النتيجه هذه. فقط يكفيكم انكم توصلوا للنتيجه هذه. اتمنى انه تكون الامور واضحه حتى لهنا. هذا بالنسبه او فيما يخص المثال 7. نروحوا نشوفوا المثال تاعنا، مثال الثامن. شوفوا مثال هذا مثال 8، صح. قبل ما نروحوا للمثال 8، 5 كانت من الشكل 3 من المفروض. 5 كانت من الشكل 3 معادله من الدرجه الثانيه. 6 كذلك كانت من الشكل 3. هذه كانت من الشكل تاع اسيه تساوي عدد. اسمحوا لي نرجعوا. رقم 7 كانت من الشكل، وراه الورقه نتاعي هاي وراها، صح. 7 راه 7، هاي 7. شوفوا في الاخير وين وصلنا؟ اسيه تساوي عدد. ان شاء الله تكونوا شايفين اسيه تساوي عدد، رغم انه في الاول ما كناش يعني ما كانتش الامور تبان باللي. شوفوا واش كان عندنا في الاول المعادله المره الاولى فاش كانت مكتوبه، كانتش تبان اسيه تساوي عدد، لكن بعد التعديل والتبسيط وكذا لحقنا انه اسيه تساوي عدد، وبالتالي واش ندخل الان على الطرفين، استعمل الخواص تاع الالان. ثم هذه واش من شكل 7 الشكل الاول. 7 الشكل 8. في المعادله رقم 8 واش قلنا؟ قلنا عندنا اسيه تاع 3 اكس زائد 3 اسيه تاع 2 اكس ناقص 4 اسيه اكس. بعض المعادلات قمت بالتعديل تاعهم، يعني بعض المعادلات ممكن في بدايه الفيديو راح تلاحظوا باللي راني نعدل في يعني في بعض المعاملات باش فقط تكون يعني سهله في الحساب، يعني هذا ما كان. فراني نعدل في المعاملات باش الدلتا مثلا يخرج لنا قيمه بحيث كي نجذروها يعني اكس واحد اللي هما الحلول، اكس واحد مثلا في معادلات من الدرجه الثانيه اللي هو اكس واحد واكس 2 ما يخرجناش بالفاصله. طبعا هذه كيفاش رانا رايحين نتعاملوا معها؟ هاي كيفاش رانا رايحين نتعاملوا مع المعادله رقم 8. كتبتها كامل كما راكم تشوفوا هنا، صح. واش غنديروا؟ راح نخرجوا الاسيه تاع اكس كعامل مشترك. الاسيه تاع اكس كعامل مشترك، يعني من كل اس من هذو الاسيات هذو 3 اكس نقص من 3 اكس هذه نقص منها اكس، يعني خرجت الاسيه تاع اكس كعامل مشترك. يعني لهنا تولي لنا اسيه تاع 2 اكس زائد 3. هذا المعامل نتاع الاس تاعها 2 اكس. 2 اكس نقص منها اكس تولي لنا 3 اسيه اكس. ولا هنا ناقص 4 المعامل ناقص 4. كانت عندي فقط اسيه اكس كي نخرجها عامل مشترك يعني ما تبقاش، يعني تروح يبقى غير المعامل اللي هو ناقص 4. لو نعاود ننشر هذه الاسيه تاع اكس في القوس هذا ولا في العارضه هذه ولا داخل العارضه هذه، راح نلقى باللي عاودت رجعت لي واش كان عندي المره الاولى. واش كان عندي؟ لانه ضرب الاسس جمع القوى. ضرب الاسس جمع القوى، صح. واش رانا رايحين نديروا درك الاولاد؟ زوج اقواس يساويوا صفر، اما القوس الاول يساوي صفر، وحنا نعرفوا باللي الاسيه تاع اكس يستحيل تساوي صفر،
أسية إكس هذه لا تنعدم، ماشي الإكس، الأسية كامل، الأسية تاع إكس هذه لا تنعدم، لا تنعدم. تسمى شكون اللي ينعدم؟ القوس الثاني اللي هو أسية تاع 2 إكس زائد 3 أسية تاع إكس على ناقص 4 هو اللي يساوي صفر، هو اللي يساوي الصفر. دوكا واش رانا رايحين نديرو؟ رايحين نقولوا نضع، وانتم على بالكم هذا النوع اللي هو الشكل الثالث تعاملنا معه، نضع اكس كبيره تساوي هذه الاسيه الوسطانيه هذه اسيه اكس، اسيه اكس. فاش راح تولي المعادله نتاعنا؟ الاسيه تاع 2 اكس نعوضوها باكس مربع، اكس مربع صح، زائد 3 نكتب معامل بلون مغاير زائد 3. الاسيه تاع اكس باش نعوضوها باكس كبيره، الاسيه تاع اكس نعوضوها باكس كبيره صح، ناقص 4 اللي هو هذا المعامل نكتبوه بلون مخالف صح. ولات عندي معادله من الدرجه الثانيه، راح نحاول نلقى الحلول باش نحللها، نحاول نلقى الحلول باش نحللها. لهنا الحلول مباشره الاولاد، اكس واحد راح يساوي لنا واحد، والحل الثاني اكس 2 راح يساوي لنا واش؟ راح يساوي لنا ناقص 4. تسمى عندنا حلين، انتم اما بالاله الحاسبه اما بالضغط المميز. راح تحسبوا هذو الحلول، راح تلقاوهم، حنا باش ما نضيعوش الوقت وما يطواش الفيديو، فالحلين ها موراهم صح. كيفاش نحلل هذه المعادله؟ احنا على بالنا باللي التحليل تاع المعادله هذه راح يكون بالطريقه هذه. نعاودوا نكتبوا القانون فقط باش نذكروا الناس اللي يعني مازال ما تذكرتش والله نسات القانون هذا. عفوا نكتب اسيه تاع اكس ناقص اكس واحد اسيه تاع اكس ناقص اكس 2. هذا هو القانون تاع التحليل صح. واش نديروا دوكا؟ الأ تاعنا شحال قيمته؟ الأ تاعنا في المعادله هذه ها وراه معامل واحد، تسمى واحد في الضرب عنصر حيادي ما نكتبوهش اصلا. نبداو باسيه تاع اكس، اسيه تاع اكس ناقص الحل واحد مثلا ناقص واحد في اسيه تاع اكس ناقص الحل الثاني هو ناقص 4 مع الناقص تاع القانون هذا تولي لنا زايد 4 تساوي الصفر صح. هنا واش درنا؟ حكمنا هذه المعادله اللي كانت يعني اسيه تاع 2 اكس زائد 3 اسيه اكس ناقص 4 يساوي صفر. كنا نحوسوا على الحل تاعها، ما كناش قادرين نحلوه هي بالطريقه هذه، بدلنا لها الشكل وبالتالي حللناها كتبناها بالطريقه هذه. الناس اللي حابه تتاكد لو تحكموا هذو القوسين تنشروهم في بعضهم راح تعاود تنشر يعني فوق وقفوا الفيديو احكموا القوسين هذو باش تتاكدوا ونشروهم في بعضهم. اسيه تاع اكس ونشروها في اسيه اكس، اسيه تاع اكس في 4 ناقص 1 في اسيه اكس وناقص 1 في 4 راح يخرج لكم هذا يعني تخرج لكم هذه المعادله، تعاود تخرج لكم هذه المعادله. تسمى رانا صحاح في خدمتنا حتى الان صح. واش درنا؟ هذه المعادله حللناها الى جداء وبالتالي نقدروا نتعاملوا معها دركا بلا اشكالات. يعني شنو رايحين نديروا؟ اولا هذه، ثانيا هذه، يعني اما هذا اسيه اكس ناقص 1 يساوي صفر، او اسيه اكس وش بها زائد 4 تساوي صفر، تساوي الصفر صح. واش نقولوا اما اسيه تاع اكس واش تساوي 1، هذه الاولى، معناه كي ندخل الان للطرفين تولي اكس تساوي صفر، الان 1 صفر، الان اسيه يهبط الاكس، الان 1 صفر صح. لقينا الحل الاول. نروح نشوفوا الحل الثاني. هذه هنايا واش عندنا اسيه تاع اكس تساوي ناقص 4. احنا على بالنا باللي هذه المعادله لا تقبل حلول. علاش؟ لانه الاسيه لا تساوي حاجه سالبه، الاسيه امورها لا تساوي حاجه سالبه. ثم هنايا لا تقبل حلول. هذه المعادله هذا اسيه اكس تساوي ناقص 4 هذه لا تقبل حلول صح. واش نديروا درك الاولاد؟ فقط الحل تاعنا هو اكس يساوي الصفر، اكس يساوي الصفر. باش نتاكدوا من الحل تاعنا صحيح نرجع للمعادله الاولى هذه، نعوض الاكس تاعها بصفر ونشوف هل تنعدم، هل تساوي صفر ولا لا. نعوضوا اسيه تاع الصفر يعني لانه 2 في الصفر صفر، اسيه تاع الصفر شحال؟ 1 صح، زائد 3 ما تنساوش 3 هذه، اسيه تاع الصفر كذلك 1 تسمى 1 في 3 زائد الواحد هذا 4 ناقص 4 هذه صفر. تسمى هنايا تاكدوا من رواحنا باللي رانا واش صح. المثال ولا المعادله الثامنه كانت من الشكل وين الشكل 3. المعادله الثامنه كانت من الشكل 3. المعادله الثامنه كانت من الشكل 3 صح. نرجعوا ولا نكملوا مع التسعه. لو تلاحظوا راها من الشكل وين اسيه تساوي عدد، لانه الاو هذا هو عباره عن او لواحد وهو قيمه اللي هو 2.71 كيما البي هو 3.14. دوكا نعودوا نتعاملوا معها ديما. الاو هذه ملي نلقاوها نعرفوا بلي هي او لواحد وهي بالتقريب يعني قيمه تقريبيه 2.71 صح. هذه واش من شكل؟ هذا اكيد الشكل الاول. هذه المعادله من الشكل 1،
هذه المعادله من شكل واحد راح نتعاملوا معها. كذلك راح نكملوا مع المعادله العاشره اللي هي كذلك من شكل واحد. يعني هذو يعني معادلات بسيطه يعني. شكل عفوا واحد ماشي اثنين، غلطت هنا واحد. ونشوفوا نكملوا مع الباقي. صح نشوفوا المعادله 9 ونشوفوا المعادله 10. المعادله 9 واش قلنا هنا؟ واجده يعني الاسيه في طرف تاع مساواه تساوي الاو عدد. واش نديروا هنايا؟ الان مباشره للطرفين. انا راح نخدم الان نورمالمون ما ندخلوش يعني عفوا نورمالمون ما نكتبوش الان، لكن انا راح نكتب باش الناس اللي مش فاهمه تزيد تفهم معنا اكثر. وهذا هو الفائده تاع الفيديو هذا. صح هنايا راح نكتب او لواحد، حنا ما نكتبوش في الاصل الاس كيعود واحد ما نكتبوهش صح، لكن معليش للتوضيح فقط كتبنا او لواحد. واش درت؟ الان للطرفين. حنا قلنا الان كي تلاقى مع الاسيه ما فوق الاس يعني اللي في الاس تاع الاس الاو هذا يهبط، يعني يولي 2 اكس زائد 1 يساوي. كذلك الان مع الاو هنايا يهبط الواحد، هنا يهبط الواحد. واش ولا عندنا؟ معادله من الدرجه وين الدرجه الاولى. صح ندير المجاهيل في طرف معالي في طرف. هذا الواحد نديه للطرف الثاني تاع المساواه يولي عندنا 2 اكس تساوي صفر. لا لانه هذا يولي ناقص واحد لما ننقلوا واحد ناقص واحد صفر. هنايا 2 اكس يساوي صفر معناه الاكس يساوي صفر، كذلك اكس يساوي الصفر. خلاص عادي. هذا هو الحل تاعنا تاع المعادله التاسعه. نروحوا نشوفوا الحل تاع المعادله رقم 10. هنا فقط نستعملوا الخاصيه تاع الضرب. نستعملوا الخاصيه تاع الضرب نعدلوها شويه. اسيه تاع 2 اكس زائد 3 واش تساوي؟ تساوي اسيه تاع ناقص 8. اسيه تاع ناقص 8. هنا نقدر ندخل الان الطرفين، وكذلك راح نكتب نورمالمون ما نكتبش هذه الخطوه نجاوزوها. الان اسيه تاع 3 اكس ولا هنا الان تاع اسيه تاع ناقص 8. الان اسيه تاع ناقص 8. صح الان والاسيه يهبط ما فوق يعني في الاس موجود في الاس الكثير حدود الموجود في الاس 2 اكس زائد 3 يساوي هنايا الان او يعني ناقص 8 تهبط، وبالتالي نقلبها صفريه. 2 اكس يساوي نديو 3 الجهه المقابله تولينا ناقص 11، وبالتالي الاكس يساوي واش يساوي الاكس؟ يساوي ناقص 11 على 2. اكس يساوي ناقص 11 على 2. صح هذا هو الحل تاعنا. بسيطه حتى لهنا بسيطه. اتمنى تكونوا راكم تفهموا معنا واش رانا نديروا. حتى لهنا الامور واضحه نورمالمون بسيطه. نروح نشوفوا معادله رقم 11. شوفوا المعادله رقم 11 عطانا اسيه تاع ناقص اكس زائد 2 تساوي الصفر. شوفوا المعادله رقم 11. معادله رقم 11 كيفاش نتعاملوا معها؟ هاي وراها معادله 11. قلنا اسيه نتاع ناقص اكس زائد 2 يساوي الصفر. اسيه تاع ناقص اكس زائد 2 يساوي الصفر. طبعا هنايا هذه المعادله لو ندي 2 للجهه المقابله تولينا اسيه تاع ناقص اكس تساوي واش تساوي ناقص 2. تساوي ناقص 2. هذه المعادله واش بها؟ لا تقبل حلول. هذه المعادله لا تقبل حلول لان الاسيه ما تساويش حاجه سالبه. الاسيه ما تساويش حاجه سالبه. خلونا نديو قاعده. واش هي القاعده؟ قال لك قاعده هاي وراها واش بها؟ قاعده معادلات من الشكل هذا. قاعده في المعادلات من الشكل هذا ا اسيه اكس زائد بي. اسيه اكس زائد بي يساوي صفر. قال لك في هذه المعادلات تولى لما نتولى اذا كان وبي من نفس الاشاره من نفس الاشاره والله وبي احتمال رقم 2 وبي واش بهم؟ مختلفان في الاشاره. قال لك عندك حالتين في الاشاره. قال لك اذا كان وبي من نفس الاشاره هذه المعادله واش بها؟ لا تقبل حلول. معادله مباشره لا تقبل حلول. صح. اذا كانوا مختلفان في الاشاره المعادله تقبل حلول. معادله تقبل حلول. لا تقبل حلول. كيفاش نعرف؟ مثلا لو نرجعوا للمثال اللي عندنا حنايا. شوفوا المثال اللي عندنا. الأ تاعنا المعامل تاع الاو لهنا هو واحد اشارته موجبه، ولا هنا المعامل اللي ما فيهش الاسيه هو البي يعني هو 2 وكلاهما من نفس الاشاره، وبالتالي هنا ما لقينا المعادله لا تقبل حلول لانه اصلا قالت لي اذا كان ا وبي من نفس الاشاره فالمعادله لا تقبل حلول. تخيلوا لو كانت المعادله سالبه، يعني لو كان يعني سالب ناقص مع الناقص، يعني هكا مثلا فرضا لو كان عندنا مثال هذا مثلا هكا
ناقص 2 أسية تاع إكس ناقص 4 مثلا تساوي صفر. هذه كذلك لا تقبل حلول. علاش؟ المعامل لهنا تاع الأو الأ اللي هو أ سميناه أ سالب، وهذا البي هو سالب ثاني. يعني هنا المعادله لا تقبل حلول. لو حبيت تتاكد ادي ناقص 4 الجهه المقابله، يعني واش راح تولي عندك؟ ناقص 2 أسية إكس تساوي 4. تساوي 4 أسية تاع إكس نديرو البعيد منها 4 على ناقص 2 اللي هو القريب منها تساوي 4 على ناقص 2. وهذه واش تساوي الولاد؟ تساوي ناقص 2. هذه تساوي ناقص 2. هنا واش نقولوا الولاد؟ المعادله كذلك لا تقبل حلول. لا، لان الاسيه ما تساويش حاجه سالبه. فهو اختصر عليك الطريق. واش قال لك؟ قال لك مباشره كي تلقى المعاملات الأ معامل تاع الأو وناقص 4 معامل مضاف للأسية، هنايا واش به؟ هنايا المعادلة لا تقبل حلول، سواء زايد زايد ولا ناقص ناقص. هذه من المفروض متفقين عليها. وقت تقبل حلول لو يكونوا هكا، يعني لو يكون واحدة ناقص والأخرى زايد، والله هذه زايد والأخرى ناقص. المهم متعاكسين في الإشارة. إن شاء الله توليو بالعين المجردة دروكا تقدروا تتعاملوا مع هذا النوع من المعادلات. هذا النوع من المعادلات. صح، واش راح نديروا دروكا؟ راح نروحوا للمثال رقم 12 نشوفوا كيفاش نتعاملوا مع المثال رقم 12. نكملوا يعني مثال رقم 12. مثال رقم 12 واش قالنا؟ مثال 12 واش قالنا فيه؟ مثال 12 قالنا عطانا المعادله أسية تاعش إكس مربع صح ناقص واحد يساوي أسية تاع ناقص إكس فوالا ناقص 3. هنايا لو تلاحظوا أسية تساوي أسية، يعني الشكل الثاني هذا. هنا ندخل الآلان للطرفين ونهبطوا اللي في الأس لهنا نتاع واش عندنا إكس مربع ناقص واحد يساوي واش يساوي ناقص إكس ناقص 3. هذا باستعمال خاصية وينها تاع الآلان، باستعمال خاصية الآلان. نقلبوها صفرية دروكا، نجيبوا ناقص إكس منا اللي تولي لنا إكس مربع زايد إكس، نجيبوا ناقص 3 منا صح. ناقص 3 كي نجيبوها منا واش تولي لنا؟ ناقص 1 مع زايد 3 تولي لنا زايد 2. لنا زايد بالمفروض زايد 2 تساوي صفر. زايد 2 تساوي الصفر. هنايا معادلة من الدرجة الثانية. غتستخدموا ضلط المميز باش تحلوا هذا النوع من المعادلات وتلقاو اكس واحد واكس 2 هما الحلول. تما انا راح نحبس لهنا باش ما نطولش في الفيديو بزاف. الولاد هذا ليكم انتم يعني مباشرة معادلة من الدرجة الثانية. هذا موش درسنا هنايا فقط نتعاملوا مع المعادلات الأسية، فنحاولوا نبسطوهم، نحاولوا نسهلوهم للناس اللي مازال تلقى فيهم إشكالات وتلقى معاهم إشكالات. هنايا ديروا الضبط المميز والقاو إكس واحد وإكس 2 صح. نروحوا نشوفوا صح. نكتب لهنا باستعمال دلتا يمكن إيجاد الحلول صح. هذا واش عندنا هنايا. نروحوا للرقم 13. رقم 13 واش قالنا؟ شوفوا المعادله رقم 13 هاي كيفاش مكتوبه. نكتبوها أسية نتاع واحد على إكس مربع ناقص واحد على إكس مربع ناقص واحد. واش تساوي؟ ناقص واحد هنا واش تساوي واحد. واش نديروا الولاد؟ هنا نديروا الان للطرفين، يعني الان هنايا والان هنايا صح. واش راح تولي؟ نكتبها باش ما نهضرش معكم في الهواء هكا تقدروا تفهموني واش راني نقول. اكس مربع ناقص واحد تساوي هنايا عندنا الان واحد. هنا واش نعرفوا على الان واحد؟ نعرفوا بلي الان واحد قيمته صفر، فبالتالي راح نكتب لهنا صفر صح. الان أسية يهبط هذا كامل، يعني يهبط واحد على إكس مربع صح ناقص واحد. هذه هي صح. ناقص واحد هذه نديوها للطرف الثاني تاع المساواة تولي عندنا هكا واحد على إكس مربع ناقص واحد تساوي واحد. واش نديرو دروكا؟ نديرو جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين، يعني هذا في هذا يساوي هذا في هذا. واش تولي عندنا؟ واحد في الواحد يساوي واحد صح. إكس مربع ناقص واحد في واحد تعطينا إكس مربع ناقص واحد. نقلبوها صفرية. الواحد هذا نجيبوه للطرف الثاني واش يولي عندنا؟ إكس مربع ناقص 2 يساوي الصفر.
هكا واش يولي عندنا الحلول؟ اكس مربع يساوي 2، معناه اكس يساوي اما جذر 2 بالموجب، ولا اكس يساوي ناقص جذر 2. وهذو هما الحلين، هذو هما الحلين تاع المعادله هذه، اكس يساوي جذر 2 ولا اكس يساوي ناقص جذر 2. بسيطه المعادله هذه، يعني ماهيش معادله اللي صعبه في الحل والله، فقط انا قلنا ان نمشيو نحاولوا نتعاملوا معكم باش كي نكثروا الامثله هكا، باش نحاولوا نفوتوا على جميع الحالات الممكنه، حتى الناس اللي جديده عليها الاسيه شوي تتعامل مع الخواص بزاف، وبالتالي تقدر تتعلم وتتمرن وتحفظ وتشفى على الخواص بالممارسه، ماهيش بالحفاظه، يعني ما مستحيل تحفظ الخواص، لكن بكثره التمارين، بكثره الامثله، بكثره التطبيقات، وبكثره الاخطاء ثاني. لازم تغلط، فمستحيل ما تغلطش، مستحيل يعني اذا ما تغلطش وما تخدمش بيدك ما تتعلمش. يعني كاين ناس يتفرج فقط، تتفرج ويقول لك هي سهله، لما يجي في الامتحان يعني باين الامور كيفاش رايحه تكون، لانه يعني ماهوش راح يقدر يتعامل، لانه مش مالف يخدم بيده. صح. واش عندنا دركا؟ عندنا المثال رقم 14. مثال رقم 14 ها وراه، نكتبوه بسمينا، نكتبوه في الورقه تاعنا 14. مثال رقم 14 واش قلنا؟ قلنا اكس مربع، عندك معادله اكس مربع ناقص 5 اكس، اكس مربع ناقص 5 اكس ناقص 6، هذا مضروب في اسيه اكس يساوي الصفر. عندنا زوج اقواس يساويو الصفر، اما القوس الاول يساوي الصفر او القوس الثاني يساوي الصفر، لكن لنعرف انه الاسيه ما تساويش صفر. اسيه لا تنعدم، اسيه اكس لا تساوي صفر، الاسيه لا تنعدم. صح. شكون اللي يساوي صفر؟ هو القوس هذا. ثم القوس هذا اللي هو اكس مربع ناقص 5 اكس على ناقص 6 هي اللي تساوي الصفر. دوكا هذه المعادله من الدرجه الثانيه راح ديروا لها الدلتا المميز. لما ديروا لها الدلتا المميز انا راح نعطيكم الحلول مباشره اكس 1 واكس 2، ثم راح نعطيكم الحلول مباشره، انتم تحسبوها بالدلتا المميز او باستعمال الاله الحاسبه. اكس 1 راح تساوي لك ناقص 1، اكس 1 تساوي لك ناقص 1، واكس 2 راح تساوي لك 6، اكس 2 راح تساوي لك 6. فهذو هما الحلين اللي راكم رايحين تلقاوهم مع المعادله هذه. هذو هما الحلين اللي راكم رايحين تلقاوهم مع المعادله هذه رقم 14. نروحوا نشوفوا معادله رقم 15. نشوفوا المعادله رقم 15. صح. قبل ما نشوفوا المعادله رقم 15 رتبوهم حسب الشكل يعني اللي فتنا عليهم. هذه واش لقيناها؟ هذه لقيناها من الشكل وين هذه كنتشفاو أسية تساوي عدد. هذه الشكل وين الشكل الاول، هذا الشكل الاول، هذه الشكل الاول. صح. أسية تساوي أسية، هذا الشكل الثاني، هذا الشكل الثاني، معادله من الشكل الثاني. هذه أسية كذلك تساوي عدد، هذا الشكل وين الشكل الاول، الشكل الاول. صح. هذه وش بها؟ لقيناها معادله من الدرجه الثانيه وفيها الاسيه يعني تساوي عدد، فهذه ماناش راح نصنفوها مع حتى شكل، لانه لقيناها اصلا الاسيه لا تنعدم، واكس مربع ناقص 5 اكس ناقص 6 هذا عباره عن معادله من الدرجه الثانيه. نروحوا ل 15. 15 درك تشوفوا كيفاش نتعاملوا معها. 15 ثاني سهله يعني ماهيش صعيبه بزاف، نكتبوها ومن بعد نهضروا نتناقشوا فيها. صح. واش عندنا؟ اسيه تاع 3 اكس على ناقص 1 على أسية تاع إكس واش يساوي صفر. هذه لو تلاحظوا راح تلقاو بلي الأسية تساوي أسية بعد التعديل تاعها. يعني واش راح ديروا؟ أسية تاع إكس نطلعوها الفوق تولي لنا أسية تاع 3 إكس ناقص أسية تاع ناقص إكس، نعكسوا الإشارة تاع من؟ تاع هذا الأس يساوي صفر. نديو هذه للجهة المقابلة المساواة، الطرف الثاني تاع المساواة. أسية تاع 3 إكس تساوي أسية إكس. الآن للطرفين تولي عندنا 3 إكس تساوي اكس، نقلبوها صفريه تولي عندنا 2 اكس تساوي صفر. من جات 2 اكس؟ هذا الاكس جبناه هنايا ولا ناقص اكس، 3 اكس ناقص اكس عطينا 2 اكس، ولا هنا راح نديروا اكس يساوي صفر، اكس يساوي الصفر. هذا واش عندنا. هذا هو يعني هذا هو الحل تاع المعادله رقم 15. هذا هو الحل تاع المعادله رقم 15. راح نكملوا مع المعادلات اللي مازالوا لنا. 15 هذه واش من شكل تعتبر؟ أسية تساوي أسية، ثم هذا راهو الشكل وين الشكل الثاني، هذا راهو الشكل الثاني. صح. واش بقى لنا؟ بقى لنا هذه 16، بقى لنا 17 و18 و19 و20. فراح يعني نحاولوا نتعاملوا معهم وحده بوحده حتى نكملوهم وتكون الامور ان شاء الله واضحه ويعني مشروحه بالتفصيل.
اي سؤال كذلك اي استفسار تقدروا تطرحوه في التعليقات، ما عندناش اشكال، او تدخلوا معنا تنضموا لنا في المجموعه تاع الفيسبوك او المجموعه تاع التليجرام وتطرحوا الاسئله تاعكم بدون اي اشكال. نكملوا مع المعادله رقم 16. في المعادله رقم 16 اعطانا اكس مربع ناقص 4 أسية اكس تساوي 7 ناقص 10 مضروبه في أسية اكس، صح؟ راح نحاولوا نقسموا الطرفين على أسية إكس باش نتخلصوا من الأسية، فنقسم لهنا على أسية إكس الطرف الأول تاع المساواة، ونقسم الطرف الثاني تاع المساواة على أسية إكس. هذه الأسية تاع إكس تروح مع الأسية تاع إكس، كذلك هنايا واش يبقى لنا؟ راح يبقى لنا إكس مربع ناقص 4 يساوي إكس واش بها زايد 10. إكس زايد 10 نقلبوها معادلة صفرية، راح تولي لنا إكس مربع، نجيبو الإكس للجهة المقابلة تولي لنا ناقص إكس. 10 كذلك نجيبوها للطرف الثاني تاع المساواة يولي لنا ناقص 10 مع ناقص 4، فواش راح تولي؟ ناقص 10 مع ناقص 4. عفوا هنايا من المفروض أني غلطت في المعاملات فقط الإشارة. هنايا إكس ناقص 10 من المفروض، هاي 16 7 إكس ناقص 10، أني غلطت في المعاملات هنايا 7، أعتذر منكم. 7 إكس ناقص 10، 7 إكس ناقص 10 لهنا، صح؟ هاي 7 إكس لهنا ناقص 10 ماناش راح نبدلوا الطريقة، تما الطريقة هي نفسها لكن فقط المعاملات باش ما يخرجناش ديما الضلطه، بس يعني غير فيهم لانه لو لاحظتوا باش ما يخرجناش فقط الضلطه يعني او الحلول عفوا بالفاصله، فنحاولوا نبسطوهم اكثر، صح؟ واش نديروا؟ راح كي ننقلوا 7 من راح تولي لنا ناقص 7 اكس مربع ناقص 7 اكس ناقص 10 ننقلوها للطرف الثاني هذا تولي لنا زايد 10 مع ناقص 4 تولي لنا زايد 6 من المفروض تساوي 0. زايد 6 تساوي الصفر. ان شاء الله تكونوا فاهميني حتى لهنا. ان شاء الله واحد لما يتفرج الفيديو ما يتقلقش، يعني لما يشوف باللي احيانا نغير المعاملات فمن اجل فقط انه القيمه ما تخرج لناش، الحلول ما تخرج لناش بالفاصله. هنايا الحلول لما تحسبوهم بالاله الحاسبه او تحسبوهم بالدلتا المميز راح يخرجوا لكم x1 يساوي 1 وx2 يساوي 6، وهذو هما الحلول تاعنا. x1 يساوي 1 وx2 يساوي 6. نروحوا نشوفوا المعادله رقم 17. المعادله رقم 17 واش قالنا؟ قالنا أسية تاع 2x زائد 1 تساوي أسية تاع 1 على x ناقص 2. واش نديروا؟ الان للطرفين، فهنايا راح تولي لنا 2x زائد 1 تساوي لنا 1 على x ناقص 2. باش نتخلصوا من الكسور راح نديروا جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين، وبالتالي راح تولي عندنا 2x في x تمد لنا 2x مربع، 2x في ناقص 2 تمد لنا ناقص 4x، صح؟ 1 في x تعطينا x، 1 في ناقص 2 تمد لنا ناقص 2 تساوي 1 في 1 يعني راح تمد لنا 1. هذه هي النتيجة. فنحاولوا ننقلوا كلش، يعني نقلبوها 2x مربع، صح؟ ناقص 4x زائد x ناقص 3x. هذا الناقص 1 او عفوا هذا الواحد لما ننقلوه للطرف الثاني يولي ناقص 1 مع ناقص 2 هذيك تولي ناقص 3 تساوي الصفر. هنايا راكم رايحين يعني ديروا على المميز وتحسبوا وتشوفوا الحلول x1 وx2، فهنايا مباشرة راح تخدموا الدلتا المميز. انا مانيش راح يعني نضيع الوقت في هذو المعادلات من الدرجه الثانيه، لانه احنا نتعاملوا مع المعادلات الاسيه، يعني هما اللي يعني نحاولوا نتعلموا الافكار تاعهم. اما المعادله من الدرجه الاولى والثانيه فانتم تعرفوا كيفاش تتعاملوا معها باش ما يجيناش الفيديو طويل، وان كان راهو طويل نوعا ما يعني، صح؟ نروحوا ل 18 عندنا قوسين. القوس الاول اما القوس الاول يساوي صفر، كيعودوا عندنا جداء تاع قوسين يساوي صفر، ديما نقولوا اما القوس الاول هو اللي يساوي صفر، هذا هو اللي يساوي صفر، او القوس الثاني هو اللي يساوي صفر. فنحاولوا نلقاو القيم، صح؟ القوس الاول يساوي صفر، يعني واش عندنا؟ او القوس الثاني أسية تاع x ناقص 1 ناقص يساوي صفر، صح؟ واش نديروا؟ نبداو بالقوس الاول، نديروا ناقص 1 هذه الطرف الثاني تولي لنا أسية تاع 2x زائد 1 واش يساوي 1. واش ندير للطرفين؟ الان للطرفين تولي لنا 2x زائد 1 تساوي صفر. هاي ولات معادله من الدرجه الاولى. نديو الواحد للطرف الثاني تاع المساواه تولي لنا 2x تساوي ناقص 1 وx هي
ناقص 1 على 2 إكس تساوي ناقص 1 على 2. هذا الحل الأول صح. الحل الثاني بالنسبة للقوس الثاني اللي هو القوس الثاني اللي هو أسية إكس ناقص 1 ناقص ها هو راه أسية إكس ناقص 1 ناقص يساوي صفر. أديو ناقص للجهة المقابلة تولينا أسية تاع إكس ناقص 1 تساوي ندير الان للطرفين، لكن لاحظوا فقط لهنا راهو الاس تاعو واحد، فلما ندير الان للطرفين تولينا اكس ناقص واحد، ندخل الان للطرفين يعني تساوي واحد صح. نجيبوا الواحد او عفوا نديو هذا الواحد ناقص واحد عفوا نديوه الجهه المقابله، واش يولي لنا؟ يولي لنا اكس واش راح يساوي؟ اكس واش رايح يساوي؟ راح يساوي لنا ناقص واحد نديوه للجهه المقابله يولي واحد، واحد مع واحد يولي لنا اثنين، فاكس يساوي اثنين. الحلول واش هما؟ عبره اكس يساوي ناقص واحد على اثنين و اكس يساوي 2. نزيدو نشوفوا مع بعض المثال رقم 19. نشوفوا مع بعض المثال رقم 19 كيف قوسين يساويوا صفر. ديما كي نلقى قوسين جداء قوسين والله جداء بصفه عامه يساوي صفر، اما يعني القوس الاول يساوي صفر او القوس الثاني يساوي صفر. القوس الاول يساوي صفر معناته 2 اسيه تاع ناقص اكس ناقص 6 تساوي صفر، او ناقص أسية تاع إكس زائد 2 تساوي صفر. هذه هي. دوكا واش نديرو؟ نحاولوا نلقاو الحلول عادي. ناقص 6 نديوها للطرف المقابل تولي لنا 2 أسية ناقص إكس تساوي 6، ناقص 6 نقلناها للطرف الثاني، ومن بعد نديروا أسية تاع ناقص إكس تساوي 6 على 2 اللي هي 3. نقدروا ندخل الان على الطرفين تاع المساواة تولي لنا ناقص إكس تساوي الان 3، ناقص إكس تساوي لنا الان 3. هذه هي ناقص اكس تساوي الان 3. هذا هو الحل الاول، وان كان ناس تخلط يعني تقول لك لهنا هذا يعني يتوقف هنا يقول لك هذا هو الحل. والحل ماهوش هذا الاولاد. علاش؟ لانه الحل تاعنا ديما وش هو اكس مش ناقص اكس، ماهوش اكس مربع ماهوش اكس مكعب. الحل تاعنا ديما اكس. هنا واش مازلنا راح نضرب الطرفين في الناقص. لما نضرب طرفين في الناقص هنا المعامل تاع الالان راهو زايد. كاين ناس تروح للثلاثه وتغير الاشاره، يعني نضرب طرفين في الناقص يروح يقول لك تولي عندي الان ناقص 3. لا هذا اللي اسمه وش هو اسمه معامل شكون؟ معامل اللوغاريتم، معامل الالان هذا اللي راه لبرا، هو اللي لما نضرب في الناقص راح يتغير الاشاره تاعو. يعني واش راح يولي؟ راح يولي لنا ناقص الان واش؟ الان 3. والاكس ولا ناقص اكس عفوا لما نضربه في الناقص يولي لنا اكس. ايوا راه اكس يساوي ناقص الان 3، اكس يساوي ناقص الان 3. هذه هي الاجابه للقوس الاول، ما يعدم القوس الاول. نروحوا نشوفوا القوس الثاني. القوس الثاني نذكركم به كان اسيه تاع ناقص اكس زائد 2 تسمى راح تولي هكا، عفوا ناقص اسيه تاع اكس زائد 2 يساوي صفر. واش نديروا الاثنين هذه؟ نديوها للطرف المقابل، ناقص اسيه تاع اكس يساوي ناقص 2. كذلك هنا باش نتخلصوا من الناقص هذا المعامل تاع الأسية، هذا المعامل تاع الإشارة تاع المعامل تاع العدد، هذا الإشارة تاع المعامل تاع الأسية، إشارة تاع المعامل تاع العدد، نضربهم في الناقص كلاهما تولي عندنا أسية تاع إكس تساوي 2. دخل الان الطرفين تولي لنا إكس تساوي الان 2. هذه هي الإجابة تاعي، إكس تساوي الان 2، إكس تساوي الان 2. سمى الإجابة في المعادلة رقم 19 الحلول إكس يساوي ناقص الان 3 ولا إكس يساوي الان 2. نشوفوا اخر واحده معنا اللي هي رقم 20. كيفاش نتعاملوا معها؟ هذه تعاملنا معها من قبل، اللي شاف الفيديو الماضي راح يشوف باللي تعاملنا معها بلا اشكالات. يعني هذه تعاملنا معها بلا اشكالات. كيفاش نديروا؟ راح نحولوها فقط ف3 تولينا اكس مربع، يعني نقلبوها كشغل درجه ثانيه. راح نعوضوا الاسيه تاع اكس هذه بواه، نقول له نضع اسيه تاع اكس كبيره، نقول له هكا نضع والله بوضع اكس كبيره ولا تي ولا ايغريك ما يهمش، المهم نبدلوا المتغير هنا صح. تولي عندنا 3 اسيه 3 اكس مربع ناقص 6 اكس زائد 3 واش تساوي؟ الصفر. تساوي الصفر. واش تلاحظوا؟ مجموع المعاملات لهنا 3 و3 6 ناقص 6 صفر، يعني زائد بي زائد سي، مجموع المعاملات تاع الدرجه الثانيه يساوي الصفر. الناس اللي تتعامل معنا في القسم وكذا على بالهم باللي نحلوا هذو مباشره بلا استخدام الضلطه بلا استخدام الاله الحاسبه. صح اللي ما يعرفش عادي استخدم الضلطه او استخدم الاله الحاسبه باش تعطيك الحلول مباشره. تسمى الحل الاول اكس 1 راح يكون يساوي 1، والحل الثاني اكس 2 راح يساوي 3.
الناس اللي حابه يعني تتعلم ترجع فقط للفيديو تاع كثيرات الحدود، راح يلقاو فيه شرح بالتفصيل لهذو الانواع من المعادلات، فيقدر يهز الطريقه اللي حابين يعني تكون سريعه شويه باش ما يظلش يتعب في الحساب يحسب ضلطه او بالاله الحاسبه، ثم شويه يضيع له الوقت. صح. بعد هذا واش نديروا؟ قلنا نروحوا نحلوا، فراح نلقاو باللي التحليل تاع يعني هذا النوع من المعادلات بالطريقه هذه: في أسية تاع إكس ناقص إكس واحد، صح، في أسية تاع إكس واش بها ناقص إكس 2 ناقص إكس 2 يساوي صفر. هنايا واش نديروا؟ تاعنا قداه، هاي وراها 3، نحط 3 أسية تاع إكس ناقص الحل الأول واحد في أسية تاع إكس واش بها ناقص الحل الثاني اللي هو 3 يساوي صفر. صح. هنا بعد يعني هذه حكمناها المعادله هذه، حللناها، ما نقدروش نحلوها وهي هكا في الشكل هذا، بدلنا لها الشكل تاعها، درنا لها التحليل تاعها. دوكا نقدروا نحلوا. ثم 3 لا يساوي صفر، يستحيل 3 يساوي صفر. القوس هذا هو اللي يساوي صفر، او القوس هذا هو اللي يساوي صفر، فراح تولي عندنا هكا أسية تاع إكس ناقص واحد هي اللي تساوي صفر. ثم هنا بدينا الحلول تاعنا، هذا وين بدينا نحلوا في المعادله. وأسية تاع إكس ناقص 3 يساوي الصفر. هنا نبداو ناقص واحد نديوه من، وناقص 3 نديوها من، فتولي عندنا أسية تاع إكس واش تساوي؟ تساوي واحد. الان للطرفين تولي لنا إكس تساوي الان واحد اللي هو صفر. هذا الحل الأول، هذا الحل الأول. نروحوا للقوس الثاني. أسية تاع إكس تساوي 3، يعني بعد ما دينا ناقص 3 هذه الجهة المقابلة، راح ندخلوا الان للطرفين تولي لنا إكس تساوي الان 3، وهذا هو الحل الثاني. هذا هو الحل الثاني. ثم يا إما إكس يساوي صفر يا إما إكس يساوي الان 3. هذا وش عندنا في الأمثلة. كنا قد يعني شفنا مع بعض 20 مثال من أمثلة نتاع المعادلات الأسية. وقبل نختموا فقط نعودوا نلخصوا واش درنا ونأكدوا على الأشكال اللي شفناهم. طبعا كنا حبسنا في 15 اللي قلنا هي تنتمي للشكل الثاني. دوكا رقم 16 هذه حليناها ولقينا باللي هي عبارة عن معادلة من الدرجة، يعني كثير حدود. هذه رقم 16 عبارة عن كثير حدود اللي نعرفوهم، يعني كثير حدود. صح. رقم 17 أسية تساوي أسية بمعنى الشكل الثاني. رقم 17 هذه راها من الشكل الثاني. ورقم 18 هذه وجدنا أنها يعني الأسية تساوي عدد، يعني بعد ما نعدم القوسين، وهذه راها من الشكل الأول، شكل واحد. ورقم 19 كذلك لقيناها من الشكل الأول، الشكل الأول. ورقم 20 لقيناها من الشكل الثالث، هكا نكونوا قد فتنا على أبرز وأهم 3 أشكال موجودة ومكررة وتجي ديما في المعادلات الأسية. أتمنى من كل قلبي أنكم تكونوا قد استوعبتوا ولو جزء بسيط من الأمور اللي طرحناهم. هذا وش عندنا. أي استفسار أي سؤال يعني تقدروا تطرحوه في التعليقات. شكرا جزيلا لكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.